السلام عليكم. كارثة غير طبيعية حصلت في أحد البيوت. جريمة غامضة حيرت الشرطة فترة كبيرة لحد ما اتكشفت بالصدفة بغلطة صغيرة من المجرم نفسه. اسمع وخد العظة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في سنة 2016 في بغداد، في أرض الحضارات، أرض التاريخ، أرض العز والكرامة والشرف، بلاد الرافدين العراق العظيم. حكايتنا بتبتدي مع الأستاذة زينب. دي واحدة ست مديرة مدرسة، آه، لها مكانة في المجتمع ومعروفة بما إنها مديرة مدرسة، متجوزة الأستاذ سعيد، وده شغال في إدارة التموين في المنطقة، منطقة المعامل في بغداد. التموين اللي هو توزيع الرز والزيت والسكر على المواطن، على المواطنين، عارفين انتوا الكلام ده. وعندهم طفلين صغيرين، ولد وبنت، بالإضافة لأم الأستاذ سعيد عايشة معاهم. حياة عادية روتينية ماشية، ما كانتش أحسن حاجة بس الدنيا ماشية. طبعا الأسماء مستعارة يا جماعة. المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة إن كانت الأستاذة زينب وحماتها اللي هي أم الأستاذ سعيد ما كانوش على وفاق أبدا مع بعض، ما يتفقوش خالص، ودايما بيتخانقوا مع بعض. وكانت الأبلة زينب تشتكي لجوزها الأستاذ سعيد: أمك بتعمل، أمك بتسوي، أمك مش طيقاني. وده عمال يفك ما بين الاتنين. طب ديًا أمي يا بنت الحلال، يعني هوديها فين وبالوالدين إحسانا؟ لا أمك ما بتحبنيش، وأمك بتعمل، وأمك بتسوي. وده مقضي حياته في الشغل ويروح البيت عمال يفك بين الاتنين. المهم ماشية الحياة على كده. وفي يوم من الأيام يحصل اجتماع بين مديرين المدارس، اجتماع روتيني دوري بيحصل تقريبا كل 3 4 شهور بين مديرين المدارس، بيطمنوا على الحالة التعليمية وسير التعليم والمدارس والمشاكل، وبيتناقشوا وبيتكلموا مع بعض. طبعا الأستاذة زينب حضرت بما إنها مديرة مدرسة. كان في مدير مدرسة قاعد اسمه الأستاذ صابر. الأستاذ صابر طول الاجتماع بتاع المديرين ما شالش عينه من على الأبلة زينب، من على الأستاذة زينب. عينه عليها، عجبته، لفتت انتباهه، وهو كمان لفت انتباهها. بتبص لقيته عمال يبص لها كتير ويطول في النظر. المهم بعد ما الاجتماع خلص راح سلم عليها واتعرف عليها: انا كذا كذا مدير مدرسه فلانة الفلانيه، ازاي حضرتك وعامله ايه وايه اخبارك وكده. والمهم تبادلوا ارقام التليفونات مع بعض. ودي بدايه المشكله: انت ليه تديله رقم تليفونك؟ ولا بالليل يبعت لها رساله على واتس: ازيك وعامله ايه وايه اخبارك، وهي ترد عليه. تاني يوم يبعت لها رساله، تالت يوم مكالمة: وإيه الأخبار ومش إيه الأخبار، ويسامروا ويتدردشوا. وهي دي بداية طريق الشيطان. العلاقة اتطورت ما بينهم بسرعة، من مجرد زمالة والاتنين مديرين مدارس لدردشة، وما عادوش يقدروا يستغنوا عن بعض. وبدأت الأبلة زينب تحكي له عن المشاكل الاجتماعية بتاعتها والمشاكل الأسرية، وتحكي له عن التفاصيل: وانا حماتي كذا كذا، والبيت عندي كذا كذا، وجوزي كذا كذا، مش طايقه الدنيا. هو يقول لها: طب ازاي دي؟ لا 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 لا، ومستحمله ازاي وانت تبقى لا انت تستاهلي اكتر من كده، والدنيا ورد وفل ما بينهم. وتتطور العلاقه بسرعه لحب. صابر يقول لها: بصراحه انا بحبك. وهي تضحك وتتكسف وتقول له: يا سلام، انت قلت الكلمة اللي كانت في قلبي وكنت عايز اقولها لك من زمان. وهم لسه ما يعرفوا بعض من شهرين بس الشيطان بس. المهم زينب تقول له: صابر انا عايزه اتخلص من جوزي. يعني انت عايزه ايه؟ انا عايزه اتطلق. تساعدني ارفع عليه قضيه؟ اساعدك. المهم زينب تدب خناقه مع حماتها في يوم من الايام، خناقه كبيره، وتسيب البيت وتمشي وتقول لسعيد: طلقني يا بنت الحلال، استهدي يهديكي يرضيك. تقول: لا طلقني. المهم سابت البيت وراحت عند اهلها، ورفعت قضية بمساعدة صابر في المحكمة، قضية خلع عشان تتطلق من سعيد. ولما تروح قدام القاضي: انت يا بنت عايزة تتطلقي ليه؟ تقول له: والله مشاكل ما بيني وبين حماتي ومش مرتاحة وكلام من ده. القاضي مش مقتنع بالكلام. ايه مشاكل ما بينك وبين حماتي؟ ما عادي يعني، مدون في كل بيت. يجيب سعيد: تعالى يا ابني، اللي هو جوز زينب، انت مراتك عايزه تتطلق منك، انت فيك حاجه، انت بيك حاجه؟ انت لا ابدا، بصرف وبعمل وبسوي وبسوي. يعني الراجل ما فيش عنده اي غلط. القاضي ما اقتنعش بكلام زينب،
المهم ما وافقش لها على موضوع الطلاق، قال لها روحي يا بنتي ربنا يهديكي، هدم البيوت مش بالساهل. رجعت زينب طبعا زعلانة جدا، ورجعت بيت جوزها سعيد، لكن شايلة وزعلانة من جواها، ومصممة على اللي في دماغها، بالذات إن هي لسه على اتصال بالشيطان صابر أسبوع والتاني، وتقول له صابر بقول لك إيه، أنا لازم أتخلص منه خالص في التليفون. قال لها أنت عايز تعمل إيه؟ قالت له أنت بتحبني؟ قال لها طبعا بحبك. قالت له خلاص يبقى تخلصني منه. قال لها إزاي؟ عايزة إيه يعني؟ قالت له تموته. قال لها موته؟ أنت عايز تموتيه؟ قالت له أه عايز أموته وأخلص منه، وبالمرة نستفيد من الشقة تبقى لينا، ونستفيد من الورث ومن العربية ونستفيد من اللي وراه، أو أحسن من الطلاق، بس على شرط أنت تموته نخلص منه وتطلق مراتك ونتجوز. قال لها يا سلام عز الطلب، ماشي عينيا. وفكر صابر إزاي يخلص من سعيد وينفذ الخطة اللي اتفق عليها مع زينب. بس صابر مش هيقدر يقتل، يعمل إيه؟ يبقى لازم يستأجر قاتل، يعني حد يقتله. فقال لزينب، قال لها بصي انا هشوف واحد ينفذ العمليه دي، بس ده اكيد عايز فلوس وانا مش معايا فلوس. قالت له اللي انت عايزه، شوف الفلوس اللي هياخدها ايه ومالش دعوه انا هديلك. قال لها ماشي. صابر يفكر يفكر اجيب مين اعمل ايه، ولا جت في دماغه فكره اللي هي واحد ولي امر. ولي امر احد التلاميذ عنده في المدرسه، الراجل ده المدير مدير المدرسه صابر يعرفه شخصيا، ويعرف حالته ويعرف اهله ويعرف اللي جراله. ايه الراجل ده اللي جراله؟ الراجل ده اخوه الكبير من 3 سنين اتقتل، مجموعه ارهابيه هجمت على البيت. عارفين كان ايامها كان المجموعات الارهابيه مش عارف جبهه ايه وجبهه ايه والدواعش وكذا وكذا، المهم مجموعه ارهابيه وكان القائد بتاعهم عراقي، هجموا على البيت عندهم وقتلوا اخوه الكبير. من ساعتها والاخ ده شايل ونفسه يعرف بس مين اللي عمل كده في اخوه عشان ياخد بطاره، بالذات ان ابوه بعدها بفتره اتاثر بموت ابنه والراجل اتوفى، والبيت حالته صعبه جدا بعد اللي حصل ده، والاخ ده حالف لا يجيب بطار اخوه. المهم صابر فكر فيه، ده كان اسمه اسمه ايه؟ اسمه رمزي. قام جاي متصل بيه، ازيك يا رمزي؟ ازيك يا استاذ صابر؟ قال له انا عايزك في البيت 5 دقايق، عايزك في امر. قال له خير في حاجه؟ قال له خير ان شاء الله، بس ايه تجي لي المغرب. بالفعل رمزي ما كدبش خبر وراح للمدير للاستاذ صابر. هو فكر حاجه تبع المدرسه تبع الواد ولا بتاع، بما انه مديره في المدرسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل اتفضل اشرب شاي. خير يا استاذ صابر في ايه؟ قال له انا جاي ابشرك. قال له خير بشرني. قال له انا عرفت مين اللي قتل اخوه. ها؟ عرفت مين اللي قتل اخويا؟ انت بتتكلم بجد؟ عرفت مين الارهابيين دول؟ قال له ايوه عرفت. مين ده؟ قال له ده واحد اسمه سعيد كذا كذا، وشغال حاليا في إدارة التموين، هو إرهابي، وكان أيامها معاهم وكان قائد المجموعة اللي دخلت وقتلت أخوه. أنت متأكد من الكلام دون؟ قال له أيوه متأكد. قال له إزاي اتأكدت؟ قال له اتأكدت لأن مراد سعيد ده تبقى بنت خالي، وهي اللي قالت لي الكلام ده لأن هو اعترف بلسانه ليها، وهي وصلت لي الكلام ده. والله لا اخد بطاري، والله لا اذبحه، والله لا اموت. وانت متاكد يا استاذ صابر؟ قال له متاكد متاكد مليون في الميه. قال له في اقرب فرصه لازم اخد بطار اخويا. قال له في اقرب فرصه دي اللي هي امتى؟ قال له يعني لما اجهز سلاح، لما اجهز حاجه، في اقرب فرصه. خلاص انا عرفته. قال له لا، صابر اللي بيقول لمين؟ بيقول لرمزي. قال له لا ما فيش حاجه اسمها اقرب فرصه، ده على طول تنفذ. قال له ماشي لما اجهز الحاجه. قال له يا عم ماشي ما تجهز. فرمزي لقى صابر مستعجل. يا استاذ صابر انت مستعجل ليه ان انا اقتله واخد بطار اخويا؟ قال له ما هو بص انا كمان ليا طار عنده. قال له خير في ايه؟ قال له ما هو متجوز بنت خالي، وبنت خالي دي انا كنت بحبها وانا صغير، بس لما كبرنا وجه وقت الجواز انا ما كنتش جاهز، هو سبقني واتجوزها، ومن يومها وانا زعلان وحاقد عليه ان هو ازاي ياخد بنت خالي اللي انا بحبها. فجت الفرصه لما عرفت ان هو اللي موت اخوك قلت اقول لك، وجت الفرصه انت تاخد بطارك وانا اخد بنت خالي اللي انا بحبها.
قال له: "تمام، بس أنا مش جاهز إن أنا أعمل حاجة دلوقتي." قال له: "شوف إيه اللي أنت عايزه." قال له: "أنا عايز أجيب مسدس مثلًا، وأشوف إن كنت أجيب مثلًا موتوسيكل عشان أراقبه وأعرف أنفّذ من عليه." قال له: "شوف بس اللي أنت عايزه." قال له: "هاحتاج فلوس." قال له: "ماشي، خُد الفلوس اللي أنت عايزها." رمزي لمّا سمع خُد الفلوس اللي أنت عايزها، قال إيه: "بالمرّة آخُد منّه فلوس، أجيب موتوسيكل وأجيب مسدس وآخُد سبوبة، يعني أعمل مصلحة." فقال له: "أنا عايز $15,000." قال له: "ماشي، اللي أنت عايزه، تاخُد 5 مُقدَّم تجيب بيهم الحاجة اللي أنت عايزها و10 بعد التنفيذ. اتفقنا؟" "اتفقنا." وقام جاي صابر مكلّم زينب، قال لها: "أبشري، جِبت لِك اللي هينفّذ واللي هيعمل، بس عايزين فلوس." "عايز كام؟" "عايز 15، 5 منهم مُقدَّم، ادّيهم لي أدّيهم للراجل." بالفعل زينب اتبسطت وفلوسها جاهزة، ادّت لصابر الفلوس $5000 وقام جاي مدّيهم إيه، لرمزي، اللي هو ولي الأمر اللي اتضحك عليه ده. خَد رمزي الفلوس، بس رمزي عنده مشكلة تانية، رمزي ما بيعرفش يسوق ومش لسه هيتعلّم، فكان فيه واحد قريبه غلبان كده وعلى قد حاله، راجل فقير وكان بيعرف يسوق. قام جاي رمزي رايح مكلمه، قال له: "خُد تعال أقول لك." قال له: "إيه خير؟" قال له: "بتعرف تسوق موتوسيكل؟" قال له: "أيوه، أعرف أسوق موتوسيكل وعربية والطيارة لو عايز، بس أمرني بس عايز إيه؟" قال له: "أنا عايز أجيب لك موتوسيكل." قال له: "إيه؟" قال له: "عايز أجيب لك موتوسيكل." قال له: "لمين، ليّا أنا؟" قال له: "أيوه ليك أنت، عايز أجيب لك موتوسيكل وأسجله باسمك." يا سلام! الراجل قريبه ده فرح أوي واتبسط، قال له: "ماشي، إزاي وليه، اشمعنى؟ فهّمني يعني فهّمني." قال له: "بُص، أنت تعرف إن أخويا الكبير اتقتل." قال له: "أيوه عارف." قال له: "أنا عرفت مين اللي قتله وعايز آخُد بطار أخويا، بس عايز حد يسوق لي الموتوسيكل وأنا أنفّذ، تسوق؟" قال له: "أسوق لك موتوسيكل وعربية وطيارة واللي أنت عاوزه أسوقه لك." قال له: "ماشي، اتفقنا." المهم راح جاب موتوسيكل وسجّله باسم قريبه واشترى طبنجة وجهّز العدة وقام جاي مبلّغ صابر، قال له: "أنا جاهز، بس أنا عايز أعرف الراجل اللي أنا رايح له، ما أنا ما أعرفش شكله، أنت هتعرّفني عليه والّا أعرفه إزاي والّا أعمل إيه؟" قال له: "ولا يهمك، أعرّفك عليه." قال له: "إزاي؟" قال له: "هو شغال في التموين وراجل خدوم بيحب يخدم الناس، والله روح نسأله سؤالين عاديين كاستفسار يعني من مواطن، تقعد معاه وتتعرّف عليه." وبالفعل صابر خد رمزي وراحوا لمكان الشغل عند سعيد وقام جاي مشاور له عليه في المصلحة الحكومية، قال له: "هو ده." دخل رمزي، "السلام عليكم." "وعليكم السلام." "أستاذ سعيد؟" "أيوه أستاذ سعيد." "اتفضل." قام جاي مسلّم عليه، قال له: "اتفضل، اتفضل اقعد." قام جاي مقعّده. "خير اتفضل." فقام جاي رمزي سأله، قال له: "والله أنا كان عندي طفل وكنت عايز أضيفه على بطاقة التموين وينفع والّا ما ينفعش." ومش عارف قعد يسأله يعني إيه أسئلة يعني كده بيستفسر كأنه مواطن عادي بيستفسر، وقعد يتأمل في شكله ويحفظه ويبُص له وهو إيه، جواه غِل منه، ما هو مفكّر إن هو إيه، اللي قتل أخوه. المهم خد قعدته معاه واتوكّل على الله، نزلوا. "صابر ها عرفته؟" "آه عرفته وحفظته." "تمام." بعدها بيومين كل ده طبعًا بمعرفة مين، بمعرفة زينب مرات سعيد، قال له: "خلّيك جاهز على ساعة الصفر، وقت ما هادّيك تليفون أقول لك هو في الحتّة الفلانية وطالع في الحتّة الفلانية، خلّيك جاهز معايا." قال له: "اتفقنا." "اتفقنا." بعدها بيومين الصبح الساعة 08:00 صابر رَنّ على رمزي، قال له: "تنزل حالًا دلوقتي." طبعًا كانت زينب مكلّمة صابر على تليفونات مع بعض، قالت له: "سعيد نزل خد العربية ورايح الحتّة فُلانة الفلانية." قام جاي صابر مكلّم رمزي، قال له: "تنزل دلوقتي حالًا، هتاخد الشارع الفلاني هتلاقيه ماشي قدّامك فيه، هو لسه نازل حالًا من دقيقة واحدة." "تمام، تمام." المهم رمزي جاب قريبه بالموتوسيكل ونزل ورا سعيد، يلِف عليه بالشوارع لحد ما لقاه، فضل ماشي وراه لحد ما أمِّن عليه واتأكد إن هو اللي راكب العربية، وفضل وراه، وراه ويعدّي شوارع ويعدّي طُرُق
لحد ما وصل لإشارة مرور زحمة وقف فيها سعيد بالعربية، وده جه جنبه بالموتوسيكل. طبعا الاتنين كانوا ملثمين. جه جنبه بالموتوسيكل ومباشرة عمر سلاحه وطلع طبنجته وضرب 3 طلقات على دماغه، وفي ثواني هرب. والدنيا زحمة محدش عارف يجري وراه، إشارة مرور، عربية واقفة. ودول خدوا الموتوسيكل وجري، واختاروا إشارة المرور دي بالذات لأن مفيش فيها كاميرات، فيها كاميرا مراقبة بعيدة مش جايباهم أو تجيبهم بالعافية. المهم يتوفى سعيد، حسبي الله ونعم الوكيل على الشياطين، ويبلغ رمزي صابر بالتليفون إن هو نفذ المهمة، وتاني يوم يروح يقابله وياخد منه بقية الفلوس. تيجي بقى الشرطة تحقيقات وشهود وكذا وكذا، وتجيب مراته زينب، ومراته منهار: يا حبيبي يا جوزي يا اللي ماليش غيرك يا كذا يا كذا، ورسمة الدور بقى ايه، منهارة منهارة منهارة. انت يا بنت الحلال اهدي شوية، جوزك ده ليه عداوات مع حد؟ ابدا. شدد مع حد مشاكل مع حد؟ ابدا. يجيبوا امه بقى منهارة فعلا فعلا منهارة: يا ست ام سعيد، ابنك ليه عداوات مع حد؟ لا، ابني طول عمره بيحب الناس كلها والناس بتحبه وخدوم وكذا وكذا وكذا. شمال يمين مش عارفين يوصلوا لأي حل. يفرغوا الكاميرات مفيش غير كاميرا واحدة وبعيدة، وتجيب اتنين من بعيد خالص وملثمين وملامحهم مش باينة والموتوسيكل مش باين، مش عارفين يوصلوا لحاجة. يمشوا ورا الكاميرات مفيش كاميرات إلا كاميرا تانية وبرضه نفس الكلام، وبعد كده يتوهوا خالص مش لاقيينه. شهود من هنا من هنا مفيش، ولا عرفوا يوصلوا لأي حاجة. ويعدي أسبوع والتاني وشهر والتاني، وطبعا صابر أفندي خلاص يعني طلق مراته وجاب شهادة الطلاق ووراها لزينب والدنيا تمام، بس ما كانوش لسه ارتبطوا. ويعدي 3 شهور و4 شهور لحد 8 شهور و9 شهور، وتتجوز زينب صابر بعد تقريبا 9 شهور. لكن يا فرحة ما تمت، وعمرها ما هتتم، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حرام آخره في النار. هو شهر واحد واتطلقوا. في نفس اليوم اللي اتطلقوا فيه صابر يمسك زينب يدبها علقة تمام في الشارع. ليه؟ هنعرف ليه. تقوم زينب المجرمة، ما المجرم لازم يغلط، تروح اسم الشرطة عشان متكده من صابر، تروح تبلغ عنه: يا حضرة الضابط أنا جوزي ضربني في الشارع ومورم وشها وحالتها حالة. الضابط بيعمل لها محضر، يبص لها ويفتكرها ويفتكر اسمها. ألا، هو انت مش اللي كان جوزك اتقتل من 9 شهور في إشارة المرور وقضيته لسه ما اتقفلتش؟ قالت ايوه ايوه انا. ألا، امال بتبلغي عن جوزك مين؟ قالت له: ما انا اتجوزت تاني. على طول كده اتجوزت تاني؟ اتجوزت مين؟ ده مدير مدرسة، زميلي في الشغل مدير مدرسة تانية، وكان يعرف ظروفي وكده، لما عرف ان انا جوزي توفى اتجوزنا، بس اتطلقنا النهارده يعني ما قعدناش غير شهر واحد وكده. ده مين ده اللي هو كذا كذا؟ ده انا لسه مقدمه فيه بلاغ ده. ده انت تعرفيه من امتى وعلاقتك بيه امتى؟ معلش يعني في السؤال. قالت: لا انا اعرفه من بدري، بس انا ما كانش ليه علاقه بيه خالص الا من شهرين بس يعني. انت راجل اتقدم لي وشفق عليا وعلى ظروفي واتجوزني، بس ما كملناش يعني. طيب تمام. طب ممكن تديني رقم تليفونه؟ اه اتفضل. قام جاي مديله ايه، رقم تليفونه. طبعا هو معاه رقم تليفونها. الضابط مش واخد رقم تليفونه عشان يشوف المحضر اللي هي مقدماه فيه اللي هو بتاع ضرب في الشارع وكلام من ده، لا 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 لا، هو عايز يشوف حاجه تانية. طب اتفضلي حاضر هنشوف لك محضرك وكده ومشاه. وبسرعه الضابط يعمل تحرياته، ضابط نبيه يعمل تحرياته عن الشخص ده وعن رقم تليفونه ورقم تليفون زينب في شركه الاتصالات، ولا في اتصالات ما بينهم من زمان. لا 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 لا.
يعني مش لسه معرفة جديدة ولسه من شهرين زي ما هي قالت، لأ، ده اتصالات مكثفة من حوالي سنة قبل مقتل جوزها، لأن هي كانت علاقة قعدت ما بينهم سنة قبل ما جوزها يتوفى. طبعًا هي في علاقة أصلًا مع صابر، علاقة غير شرعية من قبل ما جوزها يتوفى يعني، قعدت سنة. المهم لقى الضابط إن العلاقة والتليفونات ما بينهم من سنة، بالتحديد بقى في يوم الجريمة ده، يوم ما اتقتل جوزها، كان ما بين الرقمين دول اتصالات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. وفي رقم كمان تالت كان رقم صابر ده، والرقم التالت ده بيتصل بيه كتير جدًا. إيه علاقة ال3 أرقام دول في اليوم ده بالجريمة دي؟ أكيد في إن. ويطلّع الصور، صور الكاميرات، طبعًا كانوا واخدين صور من الكاميرات بقى، اللي هو صور الموتوسيكل والاتنين اللي كانوا راكبين عليه، اللي إحنا قُلنا ملامحهم مش باينة. ويستدعي الشخص التالت اللي هو مين؟ رمزي، وجاب رقم تليفونه. يروح يجيب رمزي، تعالَ يا رمزي، إيه علاقتك بصابر كذا، كذا؟ قال له: صابر كذا، كذا، ده مدير المدرسة اللي فيها ابني. قال له: تمام، إيه علاقتك بيه؟ قال له: لأ عادي يعني هو مدير المدرسة، بس مش أكتر من كده. قال له: إيه سبب التليفونات اللي ما بينك وبينه كتير؟ أنت جيت في فترة قعدت شهر من تاريخ كذا لتاريخ كذا تتصل بيه كتير جدًا، وبعد كده قطعت نهائي. طبعًا كان بعد الجريمة كان قطع خالص الاتصال بيه. اتلبخ رمزي كده قال له: لأ ولا حاجة. المهم الضابط جاب الصور اللي هي متاخدة من الكاميرات، اللي إحنا قُلنا مش باينة. نفس الجسم اللي كان راكب الموتوسيكل هو جسم رمزي، يعني هو الشكل مش باين أي نعم، بس ملامح الجسم هو. المهم الضابط بيشوف الصورة ويشوف ده والّا هو، قام جاي مورّي له الصور لرمزي، قال له: خُد، مين اللي راكب الموتوسيكل ده؟ مين الاتنين دول؟ والموتوسيكل ده بتاع مين؟ رمزي وشه يقلب ألوان، وحَس إن هو إيه، غرق في المَيّة وخلاص، حَس إنهم عارفين كل حاجة. قال له: بُص يا باشا أحكي لك على كل حاجة. قال له: اتفضل. قال له: بصراحة اللي راكب الموتوسيكل ده أنا وكذا، كذا قريبي، تمام، وإحنا اللي قتلنا الراجل ده اللي اسمه سعيد كذا، كذا، تمام، حلو، كمّل، قتلته ليه؟ قال له: أنا خدت بطاري وبطار أخويا، لإن هو ده كان قتل أخويا من 4 سنين. طبعًا كان عدّى على حوار قتل سعيد ده بتاع سَنة كده، وأخوه أخو رمزي مقتول من قبلها ب3 سنين. إزاي، مين اللي قال لك إن ده قتل أخوك؟ قال له: أنا عرفت إن هو كان مع جماعات إرهابية، وهو اللي جه هجم على البيت وكان قائد المجموعة وهو اللي قتل أخويا، فأنا خدت بطار أخويا. قال له: يابا يا عبيط، مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال له: الأستاذ صابر مدير المدرسة. صابر مدير المدرسة هو اللي قال لك الكلام ده؟ إمم. ده الأستاذ سعيد ده راجل بتاع تموين ومعروف بأخلاقه وطيبته وإن هو بيخدم الناس كلّها. تمام. وصابر إيه اللي عرّفه الكلام ده؟ قال له: ما هو الأستاذ صابر مرات سعيد اللي أنا قتلته ده تبقى بنت خاله، وهو أصلًا صابر ده بيحبها وكان عايز يتجوزها. رمزي طبعًا بيقول على نيّاته، اللي هو بقى قال كل حاجة. قال له: آه تمام، مِيّة، مِيّة. يعني صابر هو اللي قال لك الكلام ده، ومرات سعيد تبقى بنت خالة صابر وصابر بيحبها وعايز يتجوزها. تمام. جابوا صابر، طبعًا واجهه ده بدَوًّا وده اعترف عليه. طبعًا صابر على طول رماها في عِب زينب. أنا ما ليش دعوة، ده زينب هي اللي قالت لي، زينب مرات سعيد يعني، ده زينب هي اللي قالت لي، وزينب هي اللي وزّتني، وزينب هي اللي كانت عايزة تخلص منه وكذا، كذا. جابوا زينب، ده صابر هو اللي لعب بيّا وهو اللي وزّني وهو، وقعدوا يرموها على بعض، مجموعة مجرمين وقتلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. قتلوا راجل بريء، مظلوم ما لوش ذنب، حرموه من عياله. حسبي الله ونعم الوكيل. في نقطة صح أنا نسيت أقول لكم عليها. آمم، كان صابر ضرب زينب في الشارع ليه؟ لإن هو طبعًا كان قال لها إن هو طلّق مراته. هي طبعًا ناصحة، ثعلب. حَسِّت إن هو إيه، يعني في حاجة غلط، بيتأخّر على البيت بتاع، بيروح في مكان، فمشيت وراه. عرفت إن هو بيروح البيت القديم بتاعه وإن هو لسه ما طلّقش مراته. فلمّا واجهته: أنت ما طلّقتش مراتك وأنت. المهم شبط فيها في الشارع وضربها وطلّقها في نفس اليوم، وراحت لقسم الشرطة عشان تتكشف القضية. راحت بنفسها لقسم الشرطة عشان تبلّغ، عشان الضباط ياخدوا بالهم إنها اتجوّزت بعد ما جوزها اتوفى ب8 شهور. طبعًا تتعرف القضية وتتكشف، لإن
لازم حق المظلوم يرجع. ويا ناس خدوا بالكم من المظاهر الخداعة. يعني ده مثلا مدير مدرسة بدل ما يكون مربي أجيال، ودي كمان برضو مديرة مدرسة بدل ما تكون على خلق ومتربية وعلى دين، وهي برضو اللي بتعلم الأجيال الأخلاق، لا يكونوا هم مثال للأخلاق الفاسدة، ويكونوا هم رسول الشيطان على الأرض، وينفذوا جريمة نقراء بهذا الشكل. فما نتخدعش بالمظاهر وبالمكانة الاجتماعية، أهم حاجة الدين والأخلاق الطيبة. وطبعا المجرم يعني لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل عيلته ولا قبيلته ولا عشيرته ولا بلده، هو عار على نفسه. ربنا يحفظ لنا العرق الجميل بكل الناس الطيبة، صاحب التاريخ الطويل والجذور العميقة الضاربة في التاريخ. ربنا ينصرهم يا رب. ربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى عيالنا وعلى بيوتنا، ويحفظنا من كل شر. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.